المالك رافض إنه يستلم الإيجار من المستأجر، أو إن بعض الملاك حالياً بسبب القوانين الجديدة للإيجار بدأوا يستغلوا الموقف ويقولوا للمستأجرين يا تدفعوا لنا الإيجار اللي إحنا عايزينه يا إما مش هنستلم منكم حاجة. لو الإيجار 250 يقولوا لهم ادفعوا لنا 500 أو 1000 يا إما أنا مش هستلم منك إيجار. ساعتها المستأجر بيبدأ يخاف ويقلق لأنه هيكون معرض للطرد، لأنه طول ما بيدفعش الأجرة هو معرض إن المالك يروح للمحكمة ويرفع عليه دعوى طرد لعدم سداد الأجرة. بس في نقطة مهمة حابين نوضحها، العلاقة ما بين المالك والمستأجر هي علاقة قانونية بحتة مادام فيها عقد. العقد ده بيقول إن العلاقة دي هتبدأ يوم كذا وهتنتهي يوم كذا، وخلال الفترة دي في طرف اللي هو المستأجر ملزم بإنه يدفع للمالك مبلغ معين كل شهر. مين اللي بيحكم هذه العلاقة؟ هو القانون. في الأول وفي الآخر القانون هو اللي بيحكم هذه العلاقة، هو اللي بيبدأها وهو اللي بيباشرها وهو اللي بينهيها. اوعى تفكر كمالك أو مستأجر إن انت ممكن تاخد حقك بدراعك. حقك طالما مكتوب على ورق وفي بنود والتزامات وضمانات يبقى لازم ترجع للمحكمة لو الموضوع مش هينتهي بالتراضي ما بينك وما بين الطرف التاني. يعني ايه؟ يعني الملاك او بعض الملاك اللي بيحبوا يشغلوا دماغهم دلوقتي واستغلوا الموقف ضد المستأجرين ويقولوا لهم ان احنا مش هنستلم منكم الإيجار وروحوا بقى شوفوا هتدفعوا الإيجار لمين وساعتها انا هقدر ارفع عليك دعوى طرد لان انت مش بتدفع لي إيجار. الكلام ده كله يبان لك ان انت صاحب حق او ان انت عارف تاخد حقك، لكن صدقني الكلام ده كله غير صحيح وهقول لك ليه. القانون بيطبق وبينفذ في المحكمة وملوش اي طريق تاني غير المحكمة. حضرتك لو ليك حق كمالك بتروح للمحكمة، المحكمة بتجيبهولك، ولما المحكمة تجيب لك حقك وتحكم لك بيه المحكمة هي اللي هتنفذ لك حقك. وحضرتك كمستأجر ليك ضمانات وليك حقوق لفترة معينة وهي فترة العقد. طول ما فترة العقد لسه شغالة انت ليك حق الانتفاع بالعين المؤجرة اللي انت أجرتها ودفعت فيها تأمين ودفعت فيها إيجار، فمحدش يقدر يطلعك من العين اللي انت مأجرها. ليه المالك مستقوي على المستأجر وبيقدر يقوله كده ان انا مش هسلم منك إيجار وان انا بالطريقة دي اقدر اطردك من العين قبل انتهاء المدة؟ لان القانون فعلا قال للمالك انت ليك حالات معينة عندي وهي حالات الإخلاء موجودة في قانون الإيجار القديم وموجودة في قانون الإيجار الجديد. القانون قال للمالك لو حصل أي حاجة من الحاجات اللي هقولها دلوقتي حضرتك كمالك ليك الحق إنك تنهي العلاقة دي قبل حتى ما يجي الوقت اللي انتم متفقين عليه. المستأجر لو اتأخر في إنه يدفع الإيجار دي حالة من حالات الإخلاء بيحق للمالك فيها إنه يروح للمحكمة ويرفع عليه دعوى طرد. المستأجر لو أجر الشقة من الباطن لطرف ثالث دي حالة من حالات الإخلاء بيحق فيها المالك إنه يروح للمحكمة ويرفع عليه دعوى طرد. المستأجر لو عمل أي أضرار صابت العين دي غيرت من شكلها أو غير من الاتفاق اللي كانوا متفقين عليه مع بعض، يعني المستأجر راح للمالك قال له أنا هأجر الشقة علشان أسكن فيها، بعد ما اتفقوا وكتبوا العقد المالك اكتشف انه أجر الشقة دي علشان يعملها مكتب إداري أو يغير النشاط غير اللي كانوا متفقين عليه. دي حالة من حالات الإخلاء اللي بيحق فيها المالك انه يروح للمحكمة ويرفع عليه دعوى طرد. في نفس الوقت المستأجر ليه الحق انه ينتفع بالعين طالما هو ملتزم بكل البنود والشروط دي. بس ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ده بقى الرد على السؤال، ان المالك بيستخدم حقه بس بالباطل، بيحاول يشغل دماغه ويروح للمستأجر يقول له أنا مش هستلم منك لأن أنت كده هتكون في نظر القانون ممتنع عن دفع الإيجار. لا، المستأجر مش ممتنع، هو المستأجر عايز يطبق القانون وعايز يدفع لك الإيجار لكن أنت مش عايز تستلم الإيجار علشان تحطني في وضع إن أنا ممتنع أو إن أنا مخالف للعقد اللي احنا اتفقنا عليه. طيب المستأجر يعمل إيه؟ بمنتهى البساطة المستأجر يقدر يروح للمحكمة ويعمل حاجة اسمها إنذار عرض أجرة. دي ورقة بسيطة جدا عن طريق المحكمة
عايز تعمل انذار عرض لشهر واحد مفيش مشكلة، عايز تعمل انذار عرض الإيجار للشهر اللي احنا فيه والشهر اللي جاي والشهر اللي بعديه، يعني ل3 شهور قدام، برضو مفيش أي مشكلة. بالطريقة دي حضرتك بتكون عرضت مبلغ الإيجار في المحكمة، والمحكمة هي اللي هتسلمه للمالك عن طريق المحضرين. طب المالك المحضر راح له وامتنع عن الاستلام، كده فلوس الإيجار موجودة في خزينة المحكمة، وحضرتك كمستأجر وضعك القانوني صحيح 100%. والكلام ده يا جماعة بينطبق على كل عقود الإيجار في مصر، سواء كانت بتخضع لقانون الإيجار القديم أو لقانون الإيجار الجديد. لو المالك حب يستنصح على حضرتك ويشغل دماغه علشان يطلعك من الشقة قبل انتهاء العقد اللي ما بينكم، حضرتك بتقول له مفيش أي مشكلة، أنا هروح أدفع الإيجار عن طريق المحكمة، وبتروح للمحكمة وبتعمل إنذار عرض أجرة وبتسلم الفلوس في المحكمة.